السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة كنافة بطريقة حلوة قوي قوي وسهلة وبسيطة جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الكنافة بتاعتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. زي ما انتم شايفين معايا هنا كيلو من الكنافة. تمام. الكنافة دي انا حطاها اصلا في الفريزر، فابتديت ان انا اطلعها بقى وفرفتها كده بايديا. وطبعا ممكن تحطيها في الخلاط، تديها فرمة كده او تعمليها بايديكي زي ما تحبي. طب لو انت عندك الكنافة مش حطاها في الفريزر وجايباها في نفس اليوم، ممكن تجيبيها بقى وتقطعيها بالمقص. تمام كده انا هبتدي بقى فرفط الكنافة اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بقت عاملة ازاي معايا هنا. نص كوباية من السكر البودرة اهو. يبقى حطيت على كيلو كنافة نص كوباية من السكر البودرة. تمام كده هقلب الكلام ده كله على بعضه. طيب الكيلو كنافة هياخد معايا حوالي كوباية من السمنة او كوباية وربع من السمنة. تمام كده. هنحط الاول كوباية من السمنة اهو. كده حطيتها على كيلو كنافة وهبتدي بقى ايه، ادخل السمنه واغلف الكنافه كلها بالسمنه اللي انا حطيتها او الزبده اللي انا حطاها. تمام كده اهو. تحطيها بقى في صينيه كبيره كده وتفضلي بقى ايدك رايحه جايه عليها، يعني كانك بتبسي كده عجين. المهم ان الكنافه كلها تتشرب من الزبده بتاعتك او السمنه بتاعتك. طيب انا حسيت هنا ان الكنافه محتاجه شويه من السمنه. هبتدي بقى اضيف زي ما انتم شايفين اهو ربع كوبايه من السمنه. تمام كده. يعني احنا هنحط على الكيلو الكنافة من كوباية لكوباية وربع من السمنة، ونص كوباية من السكر البودرة. والسكر البودرة ده انا بحطه على الكنافة عشان الكنافة بتاعتي لما اجي اخلصها واقطعها تبقى حتة الكنافة معايا متماسكة مع بعضها. تمام كده. كده خلاص غلفت الكنافة كلها بالسمنة. هنبتدي بقى نعمل القشطة الكدابة، الحشوة اللي احنا هنعملها بتاعة الكنافة. معايا هنا كيلو من الحليب، هحط عليه 3 معالق كبار هرميين كده من النشا، و3 معالق من الدقيق. بس اهم حاجة ال3 معالق الدقيق ما يكونوش مليانين هرميين كده، لا. يبقى احنا معانا على كيلو الحليب 3 معالق نشا مليانين، و3 معالق دقيق بس مش مليانين. تمام كده. هندوب الكلام ده كله على بعضه. عايزه اقول لكم هنا ان الحليب بتاعي كان بارد. طبعا لو الحليب بتاعك سخن هتدوبي بقى النشا والدقيق في حبة مية صغيرين أو حبة حليب صغيرين بره، وبعد كده تبتدي تنزلي بيهم على الحليب السخن. تمام كده. هبتدي بقى ايه اخدهم واروح بيهم على البوتاجاز. طيب هنعمل الشربات بتاعنا. انا هنا معايا كوبايتين من السكر. هحط على كوبايتين السكر دول كوباية ونص من المية اهو. كوباية وخدت نص الكوباية التانية اهو. وهنجيب هنا هنعصر ليمونة ونصفيها اهو زي ما انتم شايفين، ونحطها بقى على البوتاجاز ونسيبها. ما نحطش فيها معلقة خالص، يعني ما نحطش على في الشربات معلقة خالص عشان ما يسكرش مننا. نسيبه الاول لما يغلي كده ويقلب، نبتدي ان احنا نحط المعلقة ونقلبه. طيب هنا القشطة بتاعتنا اهي. ايدينا تبقى فيها بقى عشان ما تكلكعش، وزي ما انتم شايفين ابتديت اقلب اهو لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه اهو. كده بقت حلوة قوي قوي قوي. وطبعا هي كل لما تبرد كل لما تتقل. كده خلصت القشطه الكدابه بتاعتنا. وهبتدي بقى ايه اسيب الشربات بتاعي اهو. بصوا مجرد ما غلى اهو، واحاول اشيل الريم اللي فوق ده. ابتدي اديها تقليبه كده واسيبها حوالي 10 دقايق ل15 دقيقه. طيب احنا معانا هنا الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها الكنافه. اهم حاجه ان انتي تغلفيها بالسمنه، يعني تحطي حبه سمنه حلوين كده او زبده بقى فلاحي حلوه كده قبل ما تحطي الكنافه بتاعتك. طيب احنا هناخد شويه من الكنافه. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي مش هتاخد الكيلو كنافه كله، يعني هتاخد حوالي كيلو الا ربع من الكنافه. والربع كنافه الباقي انا هقول لكم انا هعمل بيه ايه.
طيب حطينا هنا الكنافة بتاعتنا، وهنبتدي بقى نضغط عليها بإيدينا، يعني بصوا نكبسها كده على قد ما نقدر بكل قوتك كده، وتنزلي عليها عشان خاطر تبقى معاكي متماسكة، ولما تيجي تطلعي قطعة الكنافة ما تتفرفتش منك. اهو زي ما انتوا شايفين انا بكبسها ازاي بالشكل دوت اهو. صلوا بقى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وهننزل بقى بالحشوة بتاعتنا اهو، ونبتدي ان احنا نفردها، وعلى قد ما نقدر ما نحاولش نخلي الحشوة تيجي على الحروف عشان خاطر ايه ما تتحرقش مننا، يعني لحد قبل الحرف كده ونبعد الحشوة. فاهمين قصدي؟ اهو بالراحة كده. وعايزة اقول لكم القشطة الكدابة دي انا ما بحطش عليها سكر خالص، عشان خاطر انا حاطة سكر بودرة في الكنافة، وغير كمان الشربات اللي احنا هنحطه فما تبقاش محلوة قوي وتجزع كده معانا. فاهمين قصدي؟ طيب احنا كده حطينا الحشوة بتاعتنا، هنبتدي ننزل بقى ايه بالكنافة كده واحدة واحدة اهو على وش القشطة الكدابة بتاعتنا اهو بالشكل دوت. ونبتدي بقى ايه نطبطب عليها كده بالراحة، واهم حاجة تقفلي الحروف بتاعتها، دي اول خطوة تعمليها عشان خاطر الحشو بتاعنا ما يبوظش كده ويطلع من الجنب اهو. وبعدين نطبطب عليها كده بالراحة ونسويها بايدينا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بس مش نتكة جامد يعني، طبطبي عليها بالراحة. اهم حاجة الحروف ان انتي تتكي عليها عشان خاطر الحشوة ما تهربش مننا. طيب هندي الكنافة بتاعتنا رشة كده من الزبدة زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، لحد كده حلوة قوي قوي قوي. طيب انا دخلت بقى ايه الصينية الاولانية في الفرن، حطيتها في الشبكة اللي تحت تمام كده، وبعد كده ما تتحمر من تحت احطها في الشبكة اللي فوق. طيب انا هنا معايا الصينية بتاعتي، حطيت فيها شوية من الزبدة، وابتديت انزل بالكنافة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وضغطت عليها كويس جدا تمام كده. وهدخلها برضو الفرن لحد لما تتحمر كده وتستوي مع الصينية التانية اهو. عايزة اقول لكم عاملها بطريقة حلوة قوي قوي، هي افتكاسة كده من عندي. يعني انا بصراحة قلت ايه، يعني انا هعمل في الكنافة ايه وهعمل في القشطة الكدابة ايه، فقلت ايه هعمل لهم كده، هعمل لهم صينية حلوة قوي قوي قوي. طيب هنا الصينية بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن، هبتدي بقى ان انا اقلبها كده ونشوف صينية الكنافة المحشية بالقشطة بتاعتنا شكلها عامل ازاي اهو. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. نفتح بقى ايه على الكنافة بتاعتنا، بصوا تحفة. شايفين زي بتاعة الحلواني بالظبط، حاجة كده عظمة، حاجة فاخر من الآخر. طيب بصوا عاملة ازاي، شايفين اهو. هنبتدي بقى ايه ننزل الشربات بتاعنا، هي سخنة والشربات بتاعنا هيكون بارد تمام كده اهو. بصوا بقى عايزة اقول لكم على حاجة، مجرد ما هنزل بالشربات هتحسوا انها غمقت كده شوية، يعني هي مش محروقة، انتوا شفتوها اول ما ايه ما فتحت عليها الصينية كانت لونها حلو. مجرد ما هننزل بالشربات بتاعنا هتلاقيها هتغمق شوية اهو زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى ان احنا نغرقها بالشربات، ونبتدي بقى ايه ان احنا نزوقها كده وندلعها ونشخلعها، ونعمل لها هلال كده عشان خاطر بقى رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. يعني تزوقيها زي ما تحبي، لو مش عايزة تزوقيها تقطعيها عادي وتاكليها زي ما تحبي بقى. فانا كان عندي هنا السوداني اللي انا كنت عاملاه، اللي هو الفستق الكداب، عارفينه اللي كنت عاملاه بالسوداني ده، كنت عملته قبل كده بس الكلام ده كان السنة اللي فاتت. آم، وابتديت بقى عملت ايه الهلال كده، ونعمل بقى هنا نجمة وندلع الصينية بتاعتنا اهو. ايه رأيكم بقى في الكنافة بتاعتي؟ جربوها بالطريقة دي هتعجبكم وهتطلع حلوة قوي 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 اهو. طيب بالنسبة بقى للصينية التانية دي طلعتها، وحطيت بقية الشربات اللي فاض عندي، وكان عندي بقى شوية شربات كمان حطاهم في برطمان كده في التلاجة. ابتديت ايه عشان الشربات ده طلع حبة صغيرين، ابتديت انزل بشوية الشربات التانيين على ايه على صينية الكنافة.
طيب بالنسبة للقشطة اللي فضلت معايا، طبعا انا مش هرميها، فهنعمل ايه بقى؟ همسكها بقى افردها كده على الصينية زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل دوت، وهسويها كده اهو. على فكرة ممكن الكنافة دي كنت تحمريها، ممكن تتحمر على في حلة كده كبيرة، تحمريها بالسمنة بتاعتها أو بالزبدة بتاعتها اللي هي متغلفة بيها، وتحطيها في كاسات، وبعد كده تنزلي بكريم شانتيه بقى أو القشطة ديت، وبعد كده تحطي اللهم صل على النبي، تحطي جيلي من فوقيها، تبقى حلوة قوي قوي. بس أنا قلت أعملها في صينية كلها مرة واحدة. طيب انا معايا هنا هناخد كيس من الجيلي كده، عندي جيلي فراولة. يا سلام بقى لو تعملي كمان بالجيلي اللي بالمانجا، كأنك عاملة كنافة بالمانجا بالظبط. تمام كده. طيب هنا حطيت كوباية مغلية، وابتديت انزل بكيس الجيلي، ودوبته في الكوباية المية المغلية، وهنزل بنص كوباية من المية، وابتدي اقلب الكلام ده كله على بعضه. هو المفروض كوباية مية مغلية عليها كوباية مية باردة، بس أنا قللت شوية عشان خاطر يبقى طبقة الجيلي متماسكة شوية. تمام كده. وطبعا أنا هنا كنت حطيت الكنافة في التلاجة لحد ما هديت شوية كده، هي والكريمة، وبردت خالص. وبعدين حطيت الجيلي اهو زي ما انتوا شايفين، هحطه في الفريزر لمدة ساعتين كده، وبعدين اطلعها بقى واقطعها. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ حاجة كده عظمة. دي من اختراعات يا جماعة. شايفين؟ عايزه اقول لكم والله العظيم، يعني انا ما بحبش الجيلي اصلا، يعني ما باكلهوش. بس عايزه اقول لكم ان انا دقت حته من الكنافه اللي بالجيلي دي، طلعت طعمها تحفه، طلعت احلى من المحشيه كمان. جربوها بالطريقه دي، هتعجبكم وهتعجب ولادكم، وكمان لونها بيبقى حلو، هيفرحوا بيها قوي قوي قوي. يعني هي قريبه كده من التشيز كيك. تمام كده. اهو بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه، حاجه فاخر من الاخر اهو. تقطعيها بقى مربعات، تقطعيها مثلثات، المهم ان انت تدلعي الكنافه بتاعتك كده. طيب وبالنسبه للكنافه بتاعتنا التانية، هنبتدي بقى نقطع حته كده عشان خاطر اوريها لكم اهي. بصوا، متماسكه، وحاجه كده عظمه، حاجه فاخر من الاخر. شايفين الكنافه وشايفين جمالها؟ جربوها يا جماعه بالطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. وطبعا لو عايزه تحطي زبيب او جوز هند في القشطه الكدابه ممكن تحطي، يعني دي حاجه ترجع لك انت. زي ما انتم شايفين خلصنا الكنافة بتاعتنا. بكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعمليه على الكل، عشان خاطر يوصلك مننا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.